نفعل نحن. طيب دكتور، الآن على ذكر مقاومة الجنوب الباسلة في حضرموت، النخبة الحضرمية خلال 3 أيام صفوا حضرموت بطولها وعرضها. في أبين خلال يومين، خلال 48 ساعة أو 72 ساعة تم تصفية جعار وزنجبار وشقرة ولودر وكل محافظة أبين. لماذا يعني في الجنوب المقاومة الجنوبية والجيش الوطني في الجنوب إذا تقدم على معركة حسمها، وفي الشمال في المناطق الشمالية الآن الأعداد كما تفضلت بعشرات الآلاف من الألوية والمقاومة وأعداد هائلة، وأيضا هناك دعم لا محدود. لماذا يعني كيف تقارن بين الأداء هنا والأداء هناك؟ قول الحقيقة مر الشيخ صالح، لكن سأقول الحقيقة. أقولها. الحقيقة بصراحة الجنوبيين في قتالهم مخلصين، بل في معاملتهم في الجملة يكونون أكثر صدقا منا الشماليين، ونحن مجربونهم من قبل. أكثر القيادات وأكثر الذين قاتلوا معنا في جبهة الكتاب من الجنوب. صحيح. وقاتلوا العوالق من جميع، من يافع، من الضالع. يا رجل قتل عند مسجد الكتاف أكثر من 55 من الحضارم. الحضارم الذين لا يحبون المشاكل، لكن كانوا صادقين، رجال صادقين. جاءوا شاركوا معنا في يثمة في حرب بعد أكثر من 70 واحد. اتضح لك هذول صادقين. نحن نريد المصداقية لنفسنا، نريد أن نتعامل مع الرجال الصادقين. الآن على ضوئها حسم في تعز قائدها عدنان رزيق القموشي برضه من شبو. نعم. الشيخ عدنان الزيق اسال الله ان يوفقه، قاتل معنا في جبهه كتاف وفي معروف. الجوف وفي عرفت كيف، من الرجال الصادقين ومن الرجال المخلص. نحن نريد الرجال على ضوء هذا. انا ما اقول رجال اليمن جميعا سواء في الشمال او في الجنوب ما قصروا، ورجال والله ضحوا بانفسهم ضحوا لكن المصداقيه تقل في الرجال يا دكتور. احنا نتكلم عن اين الخلل؟ الخلل المصداقيه تقل في الشمال والمصداقيه في الجنوب. من الناس او من القيادات؟ يعني لم تحتوى المقاومه، لم يعني تدرس دراسه صحيحه، لم يكن لها قيادات يعني توجهها توجيه صحيح، ولا كيف؟ في كليهما، لكن الاشكاليه في القياده، الاشكاليه العظمى في القياده. الجنوبيين رجال مقاتلين وعلى وجهه، ان اقبل اقبل وان ادبر ادبر. نحن نريد هذه اذا على ذكر